الو حابة كده انزل لكم باسعار الخرز واللولي والمشتريات لسه شارياها من اسبوع عشان ده السعر الجديد. طبعا لو حد حابب اشحن له هشحن له. فشوفوا كده الاسعار وانتوا قولوا لي لو عندكم اسعار ارخص من كده. نشوف مع بعض هنقول الفتافيت واللولي وكل اللي انا جايباه مستورد في اللولي والفتافيت، وهنشوف برضو المصري وهقول لكم المصري مميزاته وعيوبه، وهقول لكم فرق السعر قد ايه. اول حاجة معايا هنا الفتافيت المستورد مش المصري، خامته حلوة جدا، مقاس 10 او مقاس 8. النص بتاعه ب110، يعني الكيلو بتاعه ب220، وطبعا ده سعر ارخص من السوق بكتير. طبعا المقاسات متوفرة، بس الجودة بتاعته حلوة على فكرة وما بيقشرش ومقاسه يعني وفير، يعني النص كيلو اعتقد يطلع شنطة مرتاح. تستخدمي بقى معاه لولي، لو هتدخلي معاه يبقى مقاس 6 أو 8. هنا الفتافيت الأولاني الأسود ده كان مقاس 8 وده مقاس 10. أنا بحب الخرزة في الشنطة تكون صغيرة، بتدي شياكة كده ورونق أكتر من الخرزة الكبيرة. برضو ده النص بتاعه ب110، وزي ما وريتكم كده مفهوش عيوب خالص، الكيلو بتاعه ب220. كمان ده اللولي الام كي اللي هو يعني بديل السي سي بي، او اللولي ما بيقشرش وما فيهوش خطوط كتير. متوفر ده، ومتوفر ماركة الغزالة ب200 جنيه الكيلو. ده نص كيلو، ده مقاس 8. طبعا المقاسات دي بتاعتكم يعني، سيبكم من المقاس، السعر واحد والمقاسات مختلفة يعني. ب200 الكيلو، يبقى قلنا الفتافيت 220 واللولي 200. ودي اسعار جملة مش اسعار عادية يعني. برضو ده المستورد، ده المقاس تقريبا 10 او 12، ودوت ماركة الغزالة، لقيته حلو جدا في الاسود ولمعته قوية ومفهوش عيوب، برضو ب200. برضو ده مقاس تاني اللي وريتهولكوا، ده كان مقاس 10، ده 8. انا عن نفسي بفضل ال8 في كل الشغل. برضو ال10 حلو وبس ال8 افضل يعني بالنسبة لي، يعني متعب بس بحس بنتيجته اشيك. ده اللي مقاس 10، الاتنين التانيين كانوا مقاس 8، وده برضو ب200 الكيلو، ماركة الغزال. شايفين اللمعة ومفهوش عيوب، وبحاول اقرب لكم الكيس، حتى بالكيس لمعته واضحة، بيلمع ومفهوش عيوب، مفهوش خط كمان. فانا شايفاه يعني حلو جدا للشغل وسعره حلو قوي. وده اللولي برضو الام كي مقاس 8، لمعته حلوة قوي ولمعته قوية. في منه الابيض في منه الاوف وايت، بس انا حابة الاوف وايت، وده بديل السي سي بي زي ما قلنا. وده برضو مقاس 10 منه، برضو مستورد. يبقى انا كده وريتكم اللولي، هوريكم كمان، وده الفتافيت هوريكم كمان فتافيت بالكيلو. انا فوجئت ان في محل واحد بس بيبيع فتافيت بالكيلو. طبعا انا زبونته، فيعني كان عنده شوية كده. المهم بتاخدي ربع تاخدي نص زي ما انت حابه. دي البقره الخيط مقاس 60 في 70 في 60 في 50. ده الربع الصافي ب100، الربع الصافي ب100 من غير الكونه، يعني لو وزنتيها بالكونه تقريبا بتطلع 335 جرام يعني. بصراحه المقاس ال50 منه بيعمل لك ازيد من 10 شنط يعني. وده بقى الفتافيت برضو مستورد صيني اللي بالكيلو، ده بقى اللي بالكيلو، تاخدي ربع تاخدي نص تاخدي كل حاجة. ومعرفش هيبقى متوفر تاني ولا لأ. برضو الكيلو بتاعه ب110، بس ميزته عايزة 600 جرام. مش هتهلكي حالك كتير في الشنطة، يعني عايزة 600 عايزة 700 عايزة 300، مفيش مشاكل يعني. انا بعمله معاك اهو بضفري، ما بيقشرش وحلو جدا ولمعته حلوه قوي. انا عن نفسي عجبني يعني شغله حلو. يبقى انا كده قلت لكم اسعار اللولي 200، الفتافيت 220 الكيلو، انا بتكلم في الكيلو.
المفاجأة بقى اللي أنا جايباها لكم في الفيديو ده الخرز المصري. أنا وقعت على كنز خرز مصري تقريبا المورد أو يعني واخد توكيل الخرز كله اللي بيوزع على أي حتة، وده السعر دوت. أنا لسه شايفة ماركتات كبيرة على الفيسبوك عرضاه ب90 النص، لا النص هنا ب75 جنيه، الكيلو ب150 جنيه. شايفين؟ ولمعته حلوة قوي وخفيف، خفية خطيرة. يعني لو عايزة شنطة بقى، باج، شنطة حضانة، شنطة كتيرة، قلوب عشان الكريسماس، براحتكم، عيد الفالنتين، اشتغلي بقى براحتك. وعشان كده لما بلاقي ناس منزلين اسعار شنط رخيصة فممكن يكونوا بيجيبوا من الشخص ده، من المحل ده، او ممكن دوت ب75. المفاجأة بقى ألوان الشتا وجمالها. طبعا متوفر كل الألوان اللي تخطر على بالك، بيج، بني، رصاصي، كحلي، أسود، أخضر، أصفر، أزرق، لبني، كل الألوان اللي انتوا عايزينها. وده المصري اللي في رونقه وفي جماله عدى الحدود. يعني شايفين اللمعة بتاعته؟ أنا جايبة المستورد قبل كده، ده أحلى منه بكتير، ب150 الكيلو. شجعوا منتج بلدك يعني، وشجعوا شباب بلدنا اللي بيشتغلوا في المصانع دي. يبقى انا كده جبت لكم سعر الخرز الضرس بالوانه 150 جنيه تقريبا. يعني لو هقول الخرزه دي مقاس 8، هو بيتوزن بالكيلو تقريبا، هتبقى مقاس 8 تقريبا. مش عارفه فيه كبير ولا لا، بس انا زي ما قلت لكم بفضل الحجم الصغير، بيدي شكل احلى في الشنط. هنا كمان مفاجأة الشغل كله بقى، الخرز الميكس اللي مغلب الناس، اللي مش متوفر، وسعره الكيس بتاعه بيتراوح 130 140 النص، دوت ب150 الكيلو، النص ب75 جنيه. انا جايبة اكتر من كيس انصص يعني. خرز السداسي اللي بيتعمل بيه الشنطة الترند، وهعملها معاكم وهنزلها لكم. انا عملتها لكم لاول مرة حصري بالخرز المدور وطلعت تحفة. هعملها لكم كمان بالخرز ده. الخرز شفافة وما فيهاش ديفوهات كتير ولا اي حاجة، حلوة فعلا، تستحق انك انتوا تجربوها. ده الاسود المصري، ده الاسود المصري، هو تقريبا يعتبر مقاس 10، وده المستورد بتاعه. المستورد الوحيد الاسود، يعني لمعته في المستورد حلوة عن اللمعة دي، بس برضو ده على قد سعره حلو قوي، 150. وشايفين وحجم الشنطة كبير وشغله حلو، ودي من نص كيلو إلا حوالي 50 جرام. يعني انا قلت لكم كده عشان نبقى عارفين الفرق اهو باين اهو. اللمعه هنا اقوى بس من اللمعه هنا، لكن شغله حلو قوي في الشغل على فكره، وبيخلص بسرعه وبيرمي معاكي بسرعه. يعني تخلصي، الناس اللي عامله مشاريع وعايزه تنتج كده شغل سريع، تبقى عليها وعلى الخرز المصري مش وحش، شجع بلدنا. مفاجأة بقى، الخرز اللي هو بديل الخشب وبرده ب150. فاللي عايز بقى يكتب لي في الكومنتات وهنزل لكم الاسعار لو حد حابب. شايفين بقى؟ عايزه اقول لكم ابداع، ابداع وخفيف، خفيه شنطه. طبعا كل ما تبقى خفيفه، الناس اللي بتعمل احجام شنط كبيره فده حلو قوي. ده ب150، ناس كتير منزلها على النت ب200 جنيه على فكرة. الخشب اللي هو بديل الخشب بألوانه المط، منزلينه ب200 جنيه، أو الكيس ب90 جنيه. لا يا جماعة، أنا الكيس ب75 جنيه النص كيلو. ألوانه أدي البيج، أنا عملت حاجة بالبني، خفيفة قوي وشغله قد إيه رائع. يعني بيخلص معاكي بسرعة، والفتحة بتاعت الخرز حلوة مش معضلة على فكرة، هو أصغر بكتير من اللي في الصورة. يتعمل كلاتش، يتعمل محافظ، يتعمل كتير. يعني نص كيلو يرمي مثلا 4 2 كلاتش كبار، أو يعمل 5 بوكك أو محفظة يعني. ماشي. وده البيج بتاعه، وفيه كل درجات الوانه. خلاص كده. شوفوا انتوا حابين تسالوني عن ايه تاني،
عشان ناس عايزه تعرف الخرز منين وكده وبكام منين بقى، دي اقول لكم في الكومنتات، لان انا مش بعمل دعايه، انا مش واخده فلوس في الدعايه، انا بس حابه افيدكم. طبعا ومتوفر طبعا شنط بالالوان وبالاشكال، بس طبعا شتاء يعني اسود، بني، بيج مثلا، ابيض، طبعا ملك الالوان في السواريهات. فشوفوا كده بقى وقولوا لي يا رب الفيديو ده يفيدكم، واشوفكم يا رب على خير في فيديو جديد ان شاء الله.